في كلام او سمعته يمكن على لسان حازم امام الكبير النهارده وقبل كده على ان انت يعني نصحت احمد الشناوي ان هو ما ينضمش لنادي الزمالك على اساس ان هو فرصته في اللعبه هتكون قليله لوجود عبد الواحد السيد. كمان اسمعني بس للاخر يا عصام وهسيبك ترد. وبعد كده وكمان ايضا لان نادي الزمالك بيتاخر في الفلوس. هرجع لك تاني وافكرك ايام ان احمد الشناوي لسه حارس صغير السن، ايام المنتخب الاولمبي كنت عصام الحضري احتياطي في مع كرول كحارس احتياطي، ما كنتش تلعب اساسي وكنت احتياطي في 98. وبعد كده ابتدى عصام الحضري يسطع اسمه بطريقه كبيره جدا واصبح احسن حارس مرمى في افريقيا. وده التطور الطبيعي لاي حارس، مش معقوله وهو صغير السن ممكن يلعب كل مبارياته اساسي. اتفضل يا كابتن عصام. يا كابتن خالد عايز اقول حاجه، احنا دخلنا بموضوع بعيد عن الموضوع تاني. اولا موضوع الشناوي انا يعني عشان تبقى انت عارف الشناوي انا بحبه وبحترمه وكل حاجه. تمام. اولا انا بحترم الكابتن حازم واحترم اي واحد مجلس اداره في نادي الزمالك بيتكلم كلمه. بس اللي لازم يطلع يتكلم كلمه يعرف معنى الكلمه اللي هو بيقولها ايه. تمام. ما يبقاش هو كلام على الهوا وفش وقاعد يتكلم ويقول. لما يطلع انا اولا مش لو عايزين يسالوا وكيله، عايزين يكلموا ابوه، هم دول المسؤولين عنه، مش كلمتي. يبقى انا لو كلمتي بتقول الشناوي ما تروحش، يبقى كل المدربين وكل النقاد وكل اللعيبه طلعوا قالوا للشناوي ما يروحش نادي الزمالك، يبقى هم برضه لهم سبب. انا رايي مش رايي الا حاجه خالص، انا رايي ما فيش راي خالص. القصه كلها لما الصفقه زي قصه الصفقه بتاعت الياسو ما تمتش مع نادي الزمالك ليه؟ انت واحد تعرف ما تمتش ليه؟ لو هم كانوا قاعدين يحملوها لحد كانوا حملوها. صفقه الشناوي هم عارفين، انا مش هتكلم في اجراءات. والدكتور عبد الله جورج والكابتن حازم وكابتن صبري سراج او اي حد هم عارفين صفقه الشناوي ممكن تبوظ ليه. هم كنت اتمنى هم اللي يطلعوا يقولوا الصفقه باظت ليه. طب هقول لك حاجه بمنتهى الصراحه يا كابتن عصام. هو اللي هيمضي الحضري، مش هو اللي هيمضي الحضري، مش هو اللي هيقبض الحضري، مش هو اللي هيقول للواد روح ولا ما يروحش ولا يسمع كلامي. فاهم انت قصدي؟ يا كابتن عصام هقول لك انا مقتنع بكلامك، بس في نقطه يا كابتن عصام. انت حارس مرمى كبير، حارس مرمى مش انت اللي هتقبض، مش انت اللي هتتعاقد، طب كمان مش انت اللي تنصح، لان انت هتحط نفسك في وضع ان انت بتعادي مثلا نادي الزمالك او يعني انا بكلمك بمنتهى الصراحه. يعني طب ايه اللي هتستفيده انت لما تقول كلام زي ده؟ بس انت جبت الكلمه. انا ما يهمنيش الموضوع ولا من قريب ولا من بعيد يا كابتن حازم. اللي يروح نادي الزمالك يروح، واللي يروح نادي الاهلي يروح. بالظبط كده في الموضوع معاك. القصه انا ماليش دعوه بالموضوع خالص. انا القصه رايي. طب ما ممكن هو اخذ راي لعيبه من الزمالك واخذ راي لعيبه من الاهلي واخذ راي مدربين كتيره، واشمعنى راي الحضري اللي هو يعني اللي يقول لك هو انا عشان انت نجم كبير يا عصام. يا كابتن انا ببقى مبسوط لما هو ياخد رايي. انت مش ناوي على التليفون وقول له انت يا ابني انت ما رحتش الزمالك ليه؟ بس طب يعني هل انت عندك معلومه انه مش هيروح خلاص؟ لا انا مش دعوه بالموضوع، مش عندي معلومه. انا قلت لك اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك اللي كل واحد طالع يتكلم وهو بيتكلم في حاجه انا ما اعرفش حاجه عنها يطلع يقول لو الصفقه دي باظت ليه؟ عشان الفلوس. زي صفقه الياسو، يطلع يقولوا صفقه الياسو باظت ليه؟ ما يبصوش على سبب. عارف هم لو كانوا لاقيين في سبب يقولوه ايام صفقه الياسو. طب اسالك سؤال يا كابتن عصام، صفقتك في الزمالك باظت ليه؟ ما خلاص بقى عشان ما انت عارف كل حاجه. طب صفقتك في المريخ باظت ليه؟ لا مش صفقه المريخ، ما فيش صفقه باظت في المريخ. انا طب ما صفقتك في الاتحاد باظت ليه؟ لا يا كابتن الاتحاد انا جاي اعاره يا كابتن خالد، الدوري ما تمش. تمام صح. المريخ جاي له عرض وافق عليه ان اطلع انا وارجع له تاني، كانوا ممكن يبيعوه. ايوه بس انت قبليها برضو كان عندك مشكله. لا ما كانتش عندي مشكله، كانت مشكله ان هي راجل فلوس والحمد لله الموضوع خلص. اما انا ماليش دعوه بمشكله نادي الزمالك احنا بعيد عن مشكله الزمالك مع الشناوي. انا مش دعوه، انا مش طرف في الموضوع ولا طرف مع الاثنين. تمام. هو اللي بيطلع يتكلم وعامل نفسه مؤاخذه يعني ابو لعب، يطلع يقول الصفقه بتبوظ ليه؟ ما يجيش ما يحملهاش على خطا شخص تاني ملوش ذنب في الموضوع. تمام.
وانت فاهم معنى الكلمه اللي بس عصام، مشكله الماديه دي انا يعني مشكله ماديه دي موجوده في الاسماعيلي، حتى موجوده في النادي الاهلي دلوقتي وفي الزمالك وفي كل انديه مصر، حتى الاتحاد. انت هو نفسك الاتحاد نفسك عندك مشكله ماديه معاه. خالد صوابعك مهز زي بعض بعد اذنك. صوابعك مهز زي بعض. انت هتقعد بين نفسك وتجيب اللاعب وتقول للاعب يا ابني احنا امكانياتنا كده، انت عاجبك ولا مش عاجبك؟ وتبقى صريح مع الناس. تمام. تطلع تقول ممكن تكون بقى حته اتفاق فلوس ماهيش مظبوطه، ممكن حته النسبه اللي هي بتاعت كم مقدم عادك، ممكن حته ان انت عايز كم مقدم، حته مشاركات الماتشات، حته الضرايب. لازم تقعد تقول الحقيقه، اما ما تجيش الصفقه تبوظ عشان حاجه معينه تيجي تقول لا ده الحاضر اللي يعني هو الحاضر. بالظبط. لا انا عارف. بص يا عصام، انا عارف القصه. هو احمد الشناوي عايز ياخد 50% وعايز ياخد ال50 الثانيه في شهر 3 بدل شهر 6 ال 25% الاخيره، عشان خايف ان في 30/6 يجي وهو بيمشي وراجع المصري ما يدوش فلوسه. بس انت كابتن خالد انا احترم وارفع القبعه ان انت قلت الحقيقه، اما الحضري مش في الموضوع خالص. هو عايزين يحملوها الحضري عشان يبانوا قدام الراي العام وقدام الجمهور نادي الزمالك ان الحضري هو السبب اللي بوظ. ورغم كده قلت لك انا بحترم اي حد وما بخافش من اي حد خالص. شكرا عصام. يا كابتن هتنتخب مين في الرئاسه؟ ما انت عارف. والله ما عارف. الفريق شفيق. فريق شفيق. شكرا عصام الحضري.